السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تك لتكنولوجيا المعلومات. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن حاجات كتير تخص كاميرات المراقبة، يعني ايه كاميرات مراقبة ويتكون من ايه سيستم كاميرات المراقبة، وشوفنا كمان فيديو عملي عن توصيلات كاميرات المراقبة وازاي بيتم التوصيلات وازاي بيتم تركيب كاميرات المراقبة. الفيديو بتاعنا النهارده مهم جدا وهنتكلم فيه عن اعدادات الدي في ار. جهاز الدي في ار فيه اعدادات كتير قوي ومهمة لازم تعرفها وتبقى ملم بيها كفني كاميرات مراقبة عشان تفهم العميل كل حاجة هو محتاجها في الدي في ار وفي سيستم كاميرات المراقبة بتاعه، وفي نفس الوقت حضرتك تبقى ملم بكل شيء وبكل الفنيات بتاعة الدي في ار. يلا بينا نتعرف على كل اعدادات الدي في ار في الفيديو دون عشان فيه كلام مهم جدا. يلا بينا. بسم الله. هنبدأ درسنا النهاردة إن شاء الله وهو هيبقى عن إعدادات جهاز الدي في ار. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا دلوقتي جهاز الدي في ار 8 بورت. أول ما بيشتغل بيبقى بنفس الشكل ده كده بالظبط، والتحكم بتاعنا بيبقى بالماوس زي ما اتفقنا. بنبدأ الأول مثلا عايزين إن احنا نغير لغة جهاز الدي في ار، فبنغير اللغة للغة العربية. بيبقى إزاي؟ بنضغط كليك يمين في أي مكان فاضي في الشاشة علشان نفتح القائمة المنسدلة بتاعتنا. بنضغط على الماوس كليك يمين، كليك يمين بتفتح معانا القائمة دي زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنروح على حاجة اسمها جايد، بعد كده هنلاقي اللغة قدامنا انجليش، بنغيرها ونخليها عربية. بعد كده بنعمل نيكست بيج، نيكست نيكست، لحد ما بنديله اوكي بيطلب ريستارت علشان يطبق اللغة الجديدة اللي هي العربية، وبنديله اوكي. هيبدأ يعمل معانا ريستارت وهنشوف بعد الفتح ايه اللي هيحصل. بعد ما فتح معانا الدي في ار بنفس الشكل كده هنبدأ نشوف اللغة العربية اشتغلت معانا ولا لا. نضغط كليك يمين زي ما اتفقنا في اي مكان في الشاشة، هنلاقي القائمة بتاعتنا بقت باللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين. طيب الخطوة اللي بعد كده عايزين نظبط التاريخ والوقت. يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي التاريخ معانا والوقت مش مظبوطين، الساعة 12:11 AM والتاريخ 1/1/2000. عايزين نظبط التاريخ والوقت. هنبدأ نخش على القائمة بتاعتنا، بنضغط كليك يمين في أي مكان زي ما قلنا، وندور على القائمة الرئيسية. طبعا الدي في ارات بتختلف اختلافات في شكل القائمة أو في ترتيب القوائم بتاعتنا، ولكن دايما بيبقى المحتوى واحد. بندور على القائمة الرئيسية، يعني في بعض الدي في ارات بتلاقي القائمة الرئيسية موجودة في أعلى القائمة المنسدلة بتاعتنا. عندنا هنا القائمة الرئيسية في أسفل القائمة، ولكن في الآخر هنلاقي كل القوائم بتاعتنا واحد، وكل الإعدادات تعتبر واحد بالنسبة للدي في ارات. هنبدأ نخش على القائمة الرئيسية زي ما اتفقنا. هيطلب مننا تسجيل الدخول اللي هو كلمة اليوزر نيم والباسورد أو اسم المستخدم وكلمة السر. طبعا كل دي في ار برضه بيختلف من دي في ار للتاني. في دي في ارات بيبقى كلمة المرور بتاعتها بنسيبها فاضية وبنضغط موافق. في دي في ارات بتبقى من 1 ل6 وهكذا، كله على حسب الدي في ار. وطبعا الباسورد بتاع الدي في ار اللي الديفولت بتاعه بيبقى موجود مكتوب على المانيوال بتاع الجهاز أو الكتالوج بتاعه اللي بيبقى جاي معاه. هنبدأ نحط الباسورد هنا بتاعنا من 1 ل6. هيبدأ يفتح معانا القائمة بتاعتنا الرئيسية بنفس الشكل ده. طيب عايزين نظبط التاريخ والوقت زي ما قلنا، هنبدأ نخش على كلمة النظام، بعد كده إعدادات عامة. هنلاقي قدامنا القائمة بتاعت التاريخ والوقت. هنبدأ نغير التاريخ بتاعنا. النهاردة 12 شهر 11 2019. الساعة معانا دلوقتي 9:13 مساء. طيب ده بنظام 12 ساعة. لو عايزينها بنظام 24 ساعة بنغير دي بنخليها 24 ساعة. فهتبدأ تعد معانا من بعد الساعة 12 ظهرا، هتبدأ تعد معانا 13 و14 وهكذا.
في بعض الديفوارات بتبقى جايه الديفولت بتاعها ان هي بتأدي 13 و14، وفي ناس بتتلخبط ما بيعرفوش يشتغلوا على الساعة دي. فاحنا بنخش على تظبيط التاريخ والوقت وبنغيرها من 24، بنخليها 12. بمجرد ما بنغير 12 هنلاحظ في كلمة AM و PM يعني ليلا وصباحا هتظهر معاك هنا أول ما هنضغط على 12 ساعة، وبنغير بناء على الساعة بتاعتنا الحالية هتبقى قد إيه. وبعد التظبيط الإعداد دون طبعا هتبدأ تظهر معانا الساعة، بدل ما هتظهر 13 14 هتبدأ تعد معاك 1 و2 ولكن PM أو AM. هنديله موافق. زي ما حضراتكم شايفين كده الساعة والتاريخ بتوعنا اتظبطوا. والرجوع لأي قائمة إلى الخلف هتبقى عن طريق كليك يمين. كده احنا شفنا طريقة تغيير التاريخ والوقت وطريقة تغيير اللغة بتاعة الدي في ار. هنخش على الخطوة اللي بعد كده وهي تغيير اسم المستخدم أو كلمة المرور بتاعتنا علشان نأمن الحساب بتاع الدي في ار بتاعنا، مش أي حد يخش يمسح أو يسترجع أو يقدم الفيديوهات بتاعتنا. هنضغط كليك يمين زي ما اتعودنا وهنقول له القائمة الرئيسية، وبعد كده إعدادات متقدمة، حسابات مستخدمين، وبنعلم على أدمن، وبعد كده بنقول له تغيير المرور. هيقول لي حط القديم اللي هو كان من 1 ل6، والجديد اللي أنا عايز أحطه بكتبه هنا مرتين وبديله موافق، وبيتم تغيير الباسورد بعد الخطوة دي. بنرجع زي ما اتفقنا كليك يمين برجعنا بره خالص بعيد عن القائمة الرئيسية. الخطوة اللي بعد كده عايزين نفرمت الهارد بتاعنا عشان نهيئه ان هو يبدأ يسجل معانا من اللحظة دي. هنخش على القائمة الرئيسية بتاعتنا، وبعد كده اعدادات متقدمة، بعد كده إدارة القرص الصلب. هيبدأ يظهر معانا هنا اسمه ومساحة الهارد والحالة بتاعته، بنعلم عليه وبنقوله تهيئة القرص وبنديله اوكي. طبعا عشان انا مفيش هارد دلوقتي في الدي في ار فمش هقدر اوضح لكم الخطوة دي عمليا، بس هو حضرتك اول ما بتخش على إدارة القرص الصلب بيبقى مدينا هنا سطر هنا بالظبط مكتوب فيه نوع الهارد والحالة بتاعته والمساحة الهارد قد ايه والكلام ده كله، وفي هنا مربع صغير على الشمال خالص بعلم على المربع واقول له تهيئة القرص. بيظهر لي رسالة تأكيد نعم أو لا، بقول له نعم، يبدأ يفرمت معاه الهارد. يبقى أنا كده فرمت الهارد بنجاح. عايز أعمل رجوع بعمل رجوع كليك يمين كليك يمين كليك يمين. ندخل بعد كده على الخطوة اللي جاية وهي ازاي ان انا اعمل تقديم وترجيع للفيديوهات بتاعتي اللي موجودة على الهارد، علشان لو عايز ارجع موقف او حاجة حصلت وعايز اشوف اللي حصل. طبعا كليك يمين معانا مش هنضغط المرة دي قائمة رئيسية. هنخش على تشغيل التسجيلات، او لو كانت بالانجليزي كانت هتبقى اسمها بلاي باك. كل دي في ار زي ما اتفقنا بيختلف القوائم بتاعته ولكن الترتيبات بس هي اللي بتختلف، ولكن المحتوى بيبقى واحد. بندخل على دلوقتي القائمة بتاعتنا في استرجاع يعني استرجاع وتقديم التسجيلات بتاعتنا عشان نراجع الفيديوهات بتاعتنا اللي موجودة على الهارد. بتبقى بنفس الشكل ده كده. قدامنا على اليمين القائمة بتاعت الوقت بتاعنا التاريخ بتاعنا، بنختار منها الشهر اللي احنا عايزينه، وبنختار السنة اللي احنا عايزينها، والأيام اللي احنا عايزينها خلال الشهر. يعني على سبيل المثال وليكن مثلا النهاردة يوم 5 وحصلت مشكلة امبارح ليوم 4، فبضغط دبل كليك شمال على رقم 4. طبعا زي ما اتفقنا مفيش هارد فمش ظاهر معايا حاجة. بضغط دبل كليك شمال على رقم 4 كأني بفتح فايل على الكمبيوتر عادي خالص. يبقى أنا كده حضرت الرقم 4، وبقول له أنا محتاج أشوف الكاميرا 1 و2 و3 و4 اللي هم أول 4 كاميرات. طيب لو حصلت المشكلة بتاعتنا مثلا أول موقف اللي أنا عايز استرجعه على كاميرا غير ال4 كاميرات الأولانيين، ببدأ إن أنا ألغي العلامة من على كاميرا مثلا 3 و4 وأقول له هات لي مثلا 6 و7. محتاج 8 بشيل علامة رقم 2 وأقول له مثلا محتاج 8، وهكذا. يبقى أنا كده بدأت أحدد التاريخ بتاعي والوقت بتاعي واليوم بتاعي، بدأت أحدد الكاميرات اللي أنا عايز أسترجع من خلالها. بعد كده أبدأ بقى أقول له على الوقت اللي حصل فيه المشكلة أو الوقت اللي حصل فيه موقف معين عايز أسترجعه. بتبدأ يظهر معايا تحت الساعة بنفس الشكل اللي أنا شايفه ده. هتلاقي من أول 0 اللي هي 12 نص الليل، اللي هي 12 نص الليل. بعد كده 1 2 3 4 الفجر، 5 الصبح، 6 7 8 9 10 وهكذا لحد ما تبدأ تعد معاك 13 اللي هي 1 بعد الظهر، 14 15 إلى حد 24 ساعة.
ببدأ أروح على الساعة اللي أنا عايزها وأضغط ضغطة واحدة بس شمال، هيبدأ يحضر معايا الفيديو، وأقدم وأرجع براحتي بضغطة شمال قدام الشريط أو ضغطة شمال ورا الشريط. يبقى أنا كده بقدم وأرجع الفيديو بتاعي. تمام. نخش على الخطوة اللي بعد كده، كليك يمين ونافذة علوية بترجعني بره خالص. الخطوة اللي بعد كده اللي هي هتبقى عبارة عن إن أنا باخد فيديو معين على الفلاشة. يعني أنا حصل عندي موقف معين وقدمت ورجعت وخلاص، وصلت للموقف كان يوم كذا الساعة كذا بالظبط على الكاميرا رقم كذا، خلاص عرفت الدنيا بتاعتي. فأنا محتاج إن أنا آخد المقطع دون أو الفيديو دون على فلاشة، بحيث إن أنا أحتفظ بيه على اللابتوب أو أقدمه لأي جهة مختصة، بحيث إن الهارد وقت ما بيتملي بيبدأ يمسح، فأنا مش عايز الفيديو يضيع مني. طيب اخد ازاي الفيديو معايا على فلاشة؟ بضغط كليك يمين في اي مكان، بخش على القائمة الرئيسية، وبعد كده بدور على حاجة اسمها النسخ الاحتياطي، بضغط عليها. انا دلوقتي حاطط فلاشة عندي في الدي في ار قارية معايا اهي، دي شكل الفلاشة يو اس بي. طبعا احنا تعرفنا على المداخل والمخارج بتاعة الدي في ار من الخلف، وشفنا الصورة اللي بتوضح مكان الفلاشة هيبقى فين، ودي مساحة الفلاشة. هبدأ أعلم عليها زي ما هو متعلم كده عند المربع اللي على الشمال، وأقول له اصنع نسخة احتياطية. هيدخلنا على قائمة بنفس الشكل كده بالظبط. القائمة دي عبارة عن إيه؟ أول حاجة بقول له أنا محتاج آخد فيديو من الكاميرا رقم كام، وليكن رقم 4. تمام؟ بعد كده بحدد له التاريخ من وإلى، والساعة من وإلى. طيب، وليكن مثلا أنا المشكلة حصلت عندي يوم 10/11/2019، فهقول له أنا عايز يوم 10/11/2019 إلى نفس اليوم برضو 10/11/2019. يبقى أنا كده حددت اليوم اللي أنا هاخد منه مقطع الفيديو، وحددت الكاميرا اللي عليها المقطع. طيب المقطع أنا عايزه من الساعة كام للساعة كام؟ حصلت مثلا وليكن المشكلة الساعة 3:03، يبقى أنا هبدأ آخد من أول مثلا 3 بي إم مثلا لحد 3:05، وليكن الموقف خلص الساعة 3:05، فهبدأ أقول له إيه؟ انهي المقطع عند 3:05 بي إم. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ عملت ان انا حددت الكاميرا بتاعتي، حددت اليوم بتاعي، وحددت الوقت اللي انا عايز اخده من المقطع من الساعة كام للساعة كام. بعمل بعد كده اضافة، طبعا المقطع لو موجود هيروح منزل لي المقطع عندي في الصندوق اللي تحت ده كده باسم القناة والتاريخ والوقت والكلام ده كله. بعد كده لو انا عايز المقطع ده يشتغل معايا على الكمبيوتر بشكل سلس، مش هحتاج برامج تشغيل صعبة، هبدأ إن أنا أغير دي وأخليها AVI. خلاص كده أنا خلصت ونزلت الفيديو واخترت الصيغة اللي هينزل بيها الفيديو، وأروح رايح على الأيقونة بتاعت ابدأ أو ستارت لو كان اللغة إنجليش، بقول له ابدأ. هيبدأ معايا هنا بالظبط، هيروح مديني زي أيقونة تحميل كده، هيقعد يحمل لحد ما يخلص. يبقى أنا كده خدت المقطع بتاعي من على الهارد اللي في الدي في ار للفلاشة اللي معايا، بحيث إن أنا أحتفظ بيها أو أقدمها لأي جهة مختصة. نبدأ نرجع عشان نشوف الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده معانا وهي بقى حاجات وتفاصيل بسيطة ممكن يطلبها مننا العميل، زي مثلا إن هو يقول لك أنا مش عايز الدي في ار يبقى ثابت التمن كاميرات قدامي بنفس الشكل ده، عايز الكاميرات تغير لوحدها. الخطوة دي بنعملها ازاي؟ بنضغط كليك يمين ونخش معانا على القائمة الرئيسية، ونخش على إعدادات متقدمة، ونخش على حاجة اسمها تاور. تاور ده اللي هو يقول لك عرض الكاميرات من 1 من 1 ل8 أو من 1 ل4 أو من 1 ل16 حسب عدد البورتات في الدي في ار بتاعنا. ويقول لك التقليب هيبقى كل 5 ثواني. عايزين نفعل الخاصية دي بنقول له enable tower وبنديله موافق. ايه اللي هيحصل بعد كده لو عملنا كليك يمين وخرجنا؟ هيبدأ نشوف. أنا هسيب دلوقتي الماوس وبص تحت معايا هنا على كلمة كاميرا 1، هتلاقي هو كل 5 ثواني بيقلب. كاميرا 2 دلوقتي، كاميرا 3، كاميرا 4. ده كله اوتوماتيك من غير أنا ما أتدخل في الموضوع خالص.
حتى بتظهر معانا علامة التاور فوق جنب كلمة الثلاثاء. تاور 7 8 هيبدأ يدينا أشكال تانية اللي هو من 1 ل4 وبعد كده من 5 ل8 بعد كده شكل تاني برضو. ده كله شغال اوتوماتيك معانا طول ما هي شغال الدي في ار والشاشة قدام العميل، لو هو حابب الخاصية دي تبقى متفعلة معاه. طيب عايزين نلغي الخاصية، طبعا هنخش على القائمة الرئيسية بتاعتنا زي ما قلنا، إعدادات متقدمة تاور، ونقول له نشيل العلامة من على تفعيل enable ونديله موافق، كليك يمين ونرجع الشكل بتاعنا العادي خالص اللي هو عرض 9 كاميرات بنفس الشكل كده. طبعا دي الاعدادات بتاعتنا اللي هي تعتبر اساسيه في برمجه اي دي في ار في حاله لما اروح اركب الكاميرات عند العميل. طبعا ببدا اعلمه واقول له ازاي هيقدم ويرجع وازاي هياخد نسخه احتياطيه، بظبط له انا التاريخ والوقت وبفرمط له العرض، بشوف اذا كان عايز يعمل خاصيه التقليب التلقائي او هيسيبها ثابته بنفس الشكل. اما باقي الاعدادات طبعا اعتقد ان احنا ما نتدخلش فيها افضل، علشان في اعدادات ممكن تبوظ التسجيل او تبوظ صورة الكاميرا او الكلام ده كله. وطبعا احنا هنتكلم في الاعطال الشائعة عن كل حاجة بالنسبة لاعطال كاميرات المراقبة، وهنقول هيبقى شكل العطل ايه والحل بتاعه هيبقى عبارة عن ايه. طبعا في حاجة تانية اخيرة هنتكلم فيها ازاي ان انا ارجع الدي في ار بتاعي لضبط المصنع. بخش من القائمة الرئيسية والنظام وبقول له استعادة وبعلم على اختيار الجميع وبديله موافق، بيقوم عامل ضبط مصنع لإعدادات الدي في ار كلها. وطبعا الرجوع زي ما اتفقنا كليك يمين كليك يمين. كده انتهينا من درس النهارده اعدادات الدي في ار واهم الاعدادات اللي بتقابلنا كفني تركيب واهم الحاجات اللي هيحتاجها العميل. غير كده ما بخليش العميل يتدخل في اي اعدادات تانية عشان ما يبوظش الدنيا ويرجع يكلمنا يقول السيستم واقف او الكلام ده كله. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك وشير عشان تدعمونا نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله.